السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. بالنسبة لموضوع ياسين اللي كانت محاكمته النهاردة، كلنا كنا قاعدين مستنيين المحاكمة بفارغ الصبر. كان في مفاجأة قوية جدا، والمفاجأة دي يعني أنا عايزة أقولها للناس اللي كانت بتدخل عشان تهاجمنا وتشتمنا وتقول انتم بتطالبوا بمحاكمته علشان هو مسيحي، واحنا كنا بنقول ان مفيش فرق بين مسلم ومسيحي في القضايا اللي زي دي. القانون ملوش علاقه بالديانات. انت مسيحي ارتكبت جرم هتاخد عليه عقابك، مسلم هيتعاقب بنفس العقاب. واحد هو القاضي هيقول لك لا ده له عقاب وده له عقاب. طب ما احنا عندنا اولا الشاب اللي عمل نفس الفعل ده في نهار رمضان في حمام المسجد خد 15 سنه وبسرعه جدا. ايه احنا ساعتها قلنا لا والنبي لا، احنا بنطالب كل مجرم بيرتكب جريمه ملهاش علاقه بالديانات. احنا كمسلمين بنطالب بده، مسلم مسيحي ما بتفرقش معانا في شيء. واللي حصل ده كانت النهارده بصراحه بالنسبه لي انا مفاجاه، ان يطلع القاضي المحترم مسيحي اللي ادى للعربيد الكهل اللي ما بيفكرش في اي حاجه ولا في اخرته ولا في اي حاجه غير شهواته، الخنزير ده النهارده مسيحي زيه محترم اداله مؤبد عشان بس الالسنه اللي حاولت تاخدنا في منحنى تاني وتدخلنا لمنحنى فتن، ويقول لك انتوا بتعملوا لنا فتن طائفيه. لا احنا عندنا ده زي ده. النهارده انا كنت فرحانه جدا جدا ان القاضي من اول جلسه، انا ما تخيلتهاش الحقيقه، اول جلسه يديله حكم مؤبد. يعني انا بصراحه انا فرحانه جدا. والاجمل لما عرفت ان المؤبد دلوقتي مش 25 سنه، المؤبد اتعدل من سنين. محامي كبير قال ان هو المؤبد ده اصبح دلوقتي مدى الحياه، الحكم مدى الحياه. انا عارفه ان هو هيستأنف وان الحكم هيتخفف، بس هو عنده كام سنه؟ راجل عنده 80 سنه. يعني انت فاضل لك ايه في الدنيا؟ كمل حياتك في السجن وربنا يبتليك بقى باللي هيعمل فيك بقى. يعني بتمنى اللي عملته في الولد يحصل لك انت ان شاء الله باذن الله. ربنا يبعت لك واحد يعمل فيك اللي عملته في الولد عشان تبقى عارف دلوقتي في الوقت ده انت عملت ايه في الولد، وتحس. وانت بتقول لي انا راجل مريض وعندي 80 سنه وعامل عمليه قلب مفتوح وعندي ضغط وسكر، جبت الجبروت بتاعك ده منين؟ منين جبت الجبروت؟ وانا عايزه افهم 14 شهر ترمخ على قضيه بالشكل ده يا جبابره. ان كانت المديره ولا مدير المنطقه التعليميه اللي رفض يقابل ام ياسين عشان تشتكي له او تحكي له، رفض. الست طول الوقت بتتحايل على حد يقف جنبها وينصفها ويجيب لها حق ابنها. كل بيتملص ويقول لك انا مالي انا مالي. اما انتوا لازمتكم ايه؟ انتوا قاعدين على المكاتب لازمتكم ايه؟ المنطقه التعليميه انتوا بتعملوا ايه؟ ولا الست المديره اللي الوزاره سايباها من ساعتها، والوزاره اللي كانت بتقول لنا تحرك دقه، النهارده بعد ما المحكمه امرت بمعاقبه الجاني بالمؤبد، لسه النهارده جايين يفتكروا بيفكروا يقيلوا المديره. يا سلام، بس كده هتقيلوها والمدرسه تستمر في نفس النهج بتاعها. الله اعلم الاطفال اللي موجودين دول جرالهم ايه. يعني لما يكون واحد نموذج شاذ بالشكل ده كل شويه يروح وتقول لك لا ده هو ما بيشتغلش في المدرسه، ده هو مراقب مالي بيجي مرتين في الاسبوع ومبنى غير المبنى، ويتضح ان المبنى ده متصل بالمبنى ده له بوابه بيدخل منها وبيطلع منها، واللي هو الجراج. والقمار الصناعيه تجيب العربيه الحمراء اللي كلها تراب، اللي كان الطفل بيقول ان هو كان بياخده عشان يعمل فيه الفعل ده في العربيه، والباب اللي كانوا بيقولوا ان هو مش موجود قفلوه. القمار الصناعيه جابت العربيه اللي كانت موجوده واتشالت، وجاب الباب اللي كان موجود وشالوه وقفلوه. بذمتك انت بني ادمه، وطالعه امبارح مع لميس الحديدي بكل جرأة وتقول يا اهلا بالاتهامات. ما انت فاكره ان انت هتطلعي منها زي كل مره. ما كل شويه
كانوا بيحققوا معاها ويخرجوها، والمحضر يتحفظ والقضيه تتحفظ. ليه؟ لان مفيش الادله كافيه، علشان الطفل اتعرف 3 مرات على الجاني، وفي مره ما عرفش يتعرف عليه علشان بيتغير في ملابسه، في شكله بيتغير، وهم حاطينه في وسط مجموعه مشبوهين وكان بيتعرف. هي افتكرت ان كل مره هتبقى زي المره اللي قبلها، فكانت بتتكلم بكل قوه وبتقول لك احنا مستنيين المحكمه تقول رايها. النهارده احنا بقى بنطالب انك تتعاقبي نفس العقاب. ليه بقى؟ لانك انت مش طرمختي وبس، ده انت عارفه كل حاجه عن الراجل من 14 شهر، ويا عالم كان في اطفال قبله، في اطفال بعده، وطالما انتم بتطرمخوا على الموضوع ده انتوا مافيا. ايه ده؟ الناني والمدرسه المسلمه المحجبه اللي الطفل يا عيني استجار بيها واستغاث بيها وكان بيبكي لها وبيقول لها مستر فلان عمل فيا كذا وكذا، الراجل الاقرع ووصف له وقالت له مستر صبري، عرفت القصه كلها، وبدل ما تبلغ الجهات او ترفع الموضوع او تقف جنبه وجنب الاسره، راحت بلغت المديره اللي بدورها هي كمان طرمخت على الموضوع وكتمت عليه. والست الهانم المجرمه الناني اللي كانت بتروح تطلعه من فصله بالعافيه وتقول له تعالى يا ياسين عشان ادخلك الحمام، والولد يعيط ويقول لها انا مش عايزه ادخل الحمام، تقول له اسمع الكلام، وتاخده عشان توديه للجاني في الحمام وتقلع له الهدوم وتحضره للمجرم يدخل يعمل فعلته السفله القبيحه دي، وبعد كده يخرج وهي تشطفه وتلبسه هدومه وتغسل وشه وتقول له اوعى تفتح بقك، لو فتحت بقك واتكلمت هنذبحك، واوعى تكلم ماما ولا بابا ولا تحكي لهم. انت بني ادمه، انت بني ادمه، انت الحيوانات ما بتعملش كده. انت لو ليكي اطفال ترضي يا كلبه ان ولادك يتعمل فيهم اللي اتعمل في الطفل ده؟ ما صعبش عليكي مره واحده وانت واخداه توديه للمجرم ده؟ مفيش انسانيه ولا رحمه. ده بالطبع انت شكلك انت متعوده على كده، انت لا عندك انسانيه ولا رحمه، والفلوس مغميه عينك، والراجل بيديكي فلوس كتير، والولد يا عيني لا ليه حول ولا قوه، وكل مره تاخديه جراج مره، عربيه مره، حمام مره. والجديد النهارده ان الطفل يا حبيبي قال ده كان بيهددني بسكينه سودا. منكم لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني لما تكوني المدرسه اللي الناس بتبعت ولادها فيها هو ده الامن، ده احنا مسلمينكم امانه تحافظوا عليها، وفي اكتر من كده؟ ان ولادنا فين؟ ده في المدرسه منتهى الامان، ولادنا في المدرسه بيتعلموا مش خايفين عليهم. دلوقتي اي مدرسه دلوقتي تودي ابنك انت خايف. المدرسه دلوقتي انا ضامن منين ان انا اولادي يتعمل فيهم كده؟ ويتضح ان في امهات كتير بتقول ان احنا ولادنا في نفس المدرسه دي اتعامل معاها نفس الفعل ده، وان الراجل ده كان بيقابل بنات في الشوارع كتير صغيره ويقول لهم تعالوا اشتغلوا معايا في شركه سياحه وانا هديكوا فلوس كتير، صبيان وبنات. ما هو انت يعني كل اللي بيهمك الاشكال اللي زي دي. انا هستدرج الضحيه بتاعتي تكون صغيره، هلجمها بقى، اكتم لها نفسها، اعمل ما بدالي واهدد ومفيش حد هيكلمني. ونيجي للست الهانم الميس اللي عرفت الموضوع، المسلمه اللي الولد راح لها بيستغيث بيها. الست الهانم تقول ايه في التحقيقات؟ الولد مش طبيعي اصلا، وان هو عنده توحد. لا بارك الله فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انا مش عايزه اقول ان انتوا كلكم كده ربنا ينتقم في عيالكم، لان اولادكم مالهمش ذنب. انا لو انا بقول ربنا ينتقم منكم ينتقم منكم، لكن انا قلبي وجعني ان اطفال يتعمل فيها تاني اللي اتعمل في الولد ده. ولكن سبحان الله ربنا هيوريكم ده، ما هو لازم داين تدان. انتوا طرمختم وغطيتوا على حاجه زي كده، ربنا هيبتليكم بده، هيبتليكم فيها اكيد. يتعمل فيكم انتوا بقى، يتعمل في ولادكم اخواتكم، ده عدل ربنا. لكن النهارده اللي حصل في المحكمه بصراحه انا كنت فرحانه جدا جدا ان مفيش تصوير، وان كانت الجلسه مغلقه،
وسريه، وان الطفل حبيبي لبسوه بدله سبايدر مان، والام كانت حاطه نظاره شمس وراحوا عشان ما حدش يعرف عليهم. وده بصراحه يعني هو ده اجمل حاجه حصلت النهارده. يعني المصورين اللي كانوا واقفين مستنيين عشان ياخدوا لقطات للولد كالعاده، يعني هم بيهمهمش، احنا يهمنا ان احنا نعمل السبب، نجيب صوره الولد امه وابوه، مش مهم بقى يتفضحوا من الناس. المهم ان الام الحكيمه العاقله عملت ده وفهمت ابنها ان انت النهارده بطل، انت جاي النهارده علشان تشاور على المجرم اللي عمل فيك كده، وهنجيب حقك النهارده. والولد راح كان فرحان، وقف قدام القاضي واتكلم وقال ده عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا. ما كانوش محتاجين يجيبوا طبيب شرعي النهارده، طفل 5 سنين او 6 سنين هيكذب ليه؟ يعني انت بتقولوا بلسانكم ان ده مبنى غير المبنى، طب الطفل عرف ازاي؟ الراجل عرفه ازاي وشاور عليه ووصفه وقال على اسمه ليه؟ كان طفل يعني في طار بايت بينهم مثلا يعني عشان يتبلى عليه. والمدهش ان لا ده احنا طب الشرعي، طب شرعي ايه؟ يعني انا مش عارفه انتوا كنتوا مستنيين طب شرعي ايه؟ الواقعه باينه، الطفل قال، انتوا مستنيين ايه؟ 14 شهر يا جبابره، 14 شهر عشان تضيعوا القضيه. والام البطله اللي يعني وقفت جنب ابنها بكل، والله العظيم الام دي قسما بالله الام دي بطله وتستحق يتقال عليها ام مثاليه. الام اللي وقفت النهارده تدافع عن ابنها قدام القاضي وتبكي وتحكي التفاصيل كلها والقاضي يديها مساحه. يعني انا عايزه اقول ان المحامي ما قدرش يترافع قد ما الام وقفت تتكلم. يعني هي كانت المرافعه بتاعت الام الحقيقه. يعني لما ندي الحق مش هندي الحق كامل للمحامي، الام كانت اقوى منه بكتير جدا. يعني لو بنقول المحامي هو اللي جاب الحكم، المحامي يعني ما كانش بالقوه اللي كنا مستنيينها. المحامي كانت المرافعه بتاعته ضعيفه، ولكن كان القاضي اب وراجل رحيم وحاسس بالام وهي بتبكي وبتحكي وشاف الطفل وهو عمال بيتكلم، فكانت الحكم في نفس اليوم. انا عارفه ان الخطوه الجايه المحكمه بيتقدم فيه التماس وهياخد، بس اتمنى ان تفضل العقوبه دي في الجلسه الثانيه حتى لما يستأنفوا يفضل زي ما هو. نيجي بقى على الشله الباقيه، الناس كلها عماله بتقول الباقي الناني والمديره المدرسه والمدرسه المس. الناس دي الناس دي هتحاكم يوم 7 مايو اللي جاي، كمان اسبوع. النهارده كان 30، ان شاء الله يوم 7 الثلاثه دول ان شاء الله ياخدوا حكم. يعني انا عايزاه يكون حكم مش اقل من الحكم بتاعه، ان مدرسه تطرمخ على الموضوع والمديره. يعني انا عايزه اقول فيكي الفاظ، يعني انا مش عارفه اقول فيكي ايه. وانت كنت بالثبات وبتتكلمي وبالعجرفه ومش همك ويا اهلا بالاتهامات. انت ايه ولا الكلبه اللي كانت بتجيب له الطفل الداده؟ ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. المدرسه دي هيكون مصيرها ايه؟ هو انا علشان شلت المدرسه المديره اقلتها كده المشكله انتهت؟ طب ما اكيد المدرسه هتفضل زي ما هي، اكيد النظام هو والمدرسين هم والعاملين هم ومدير الاداره هو والمنظومه بتاعه المدرسه دي زي ما هي. احنا مش عايزين الناس دي تفضل زي ما هي، احنا عايزين المدرسه دي يا تتقفل يا كل الناس اللي فيها دي تتغير. وانا مش عارفه الحقيقه الناس اللي بتتكلم وبتقول من ساعتها الطفل موجود. لا بالمناسبه الطفل لما امه عرفت بالواقعه الطفل اتنقل لمدرسه تانية، ولكن الطفل ده ضحيه المجتمع ده او ضحيه المدرسه دي هيعيش ازاي؟ يعني الطفل ده هيفضل بوصمه الفعل بتاعه، هيكبر يبقى 10 سنين و20 سنه و30 و40 و50 سنه وفي ذهنه اللي جراله ده هتفضل المصيبه دي ملازمه مدى الحياه. هتعالجوه ازاي؟ هتسيبوه كده مع نفسه؟
اوعوا تقولوا من الطفل الناس ما تعرفش عنه حاجه، محدش جاب صورته، الطفل في المنطقه بتاعته ما فيش الكلام. المدرسه عارفه هو مين، زمايله عارفين هو مين، اكيد في جيران عارفين هو مين. هو مطلوب ايه يعني؟ انا مش عارفه. في الحالات اللي زي كده الولد هيسيب المدرسه؟ ماشي، هيسيب المنطقه بتاعته كلها، هيروح منطقه تانية، هيروح بلد تانية. المعاناه اللي هو فيها، العلاج بقى هيكون ازاي؟ يعني انا مش عارفه، ده علاج بدني ولا علاج نفسي ولا هيكون ايه؟ هيحصل ايه للطفل اللي زي ده؟ انا كان نفسي الحقيقه ان الناس دي كلها تتحكم محاكمه واحده، لوكشه واحده. وانا بصراحه يعني انا نفسي في الاتنين اللي كانت عارفه وبتغطي على الراجل في فعلته، والمجرمه الاكبر اللي كانت بتروح تستدرج الطفل. وهو انا مش عارفه، هي كانت الميس بتاعت المدرسه الفصل بتسمح لها ازاي تروح تاخده من ايده وتقول له اوديك التويلت؟ هو كان طلب منك، والولد بيبكي وبيقول لها انا مش عايز، تقول له لا تعالى معايا. انت كنت بتتفرجي عليه؟ يعني يا ميس انت كنت بتتفرجي عليه؟ بقيت الاطفال اللي قاعدين اشمعنى دول كانوا بيقعدوا وبياخدوا من الدرس بتاعهم، والطفل ده الوحيد اللي بيطلع كل مره من الفصل وتقولوا له تعالى ندوك الحمام؟ بقيت الاطفال قاعدين، اشمعنى ده؟ اشمعنى ياسين اللي نشنتوا عليه تبهدلوه وتعملوا فيه كل ده؟ انا مش هقول عشان مسلم، عشان بس ما حدش يحط في دماغه. هو اشمعنى بجد؟ يعني هو ياسين كان بيغريك في حاجه؟ الطفل اللي 5 سنين اغرب شيء كان بيلبس لبس بيغريه، جسمه كان فيه، هو مش انثى. اما الخنزير ده انت ايه حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ربنا يبتليك باللي يعمل فيك كده في سجنك ان شاء الله يا رب، علشان تشفي غليلنا. انا بصراحه بقى يعني موضوع المديرين الادارات التعليميه، الموضوع ده مستفزني جدا. والوزاره، هو انتوا فايدتكم ايه؟ ان انتوا تروحوا تحاسبوا مديرين الادارات على الغياب، الطلبه جم، الطلبه ما جوش، روح اسبقني على الوزاره عشان تتحاسب. انتم هو ده اللي انتوا كنتوا بتقدروا عليه؟ انا عارفه ان الوزير ما كانش موجود في الفتره دي من 14 شهر، لكن هو لحد النهارده يا معالي الوزير ما كانش عندك علم خالص بالموضوع؟ هو الموضوع كله تقييمات، حضور، هو ده اللي انتوا بتتمنوه؟ ان المدارس احنا تظبيط ورق نستف الورق، لكن الاطفال جوه المدارس بيتعمل فيها ايه؟ لا والله ده مش مشكلتنا، احنا ما يهمناش. انا لحد حالا يعني انا مش مرضيه الرضا الكافي. وبصراحه يعني انا بتمنى ان القانون يتعدل وتبقى فيه عقوبات اغلظ من كده. انا عارفه ان الراجل اللي لما بيكون سنه كبير ما بياخدش حكم اعدام، ولكن اللي يعمل ده وسنه لحد سن معين يطبق عليه عقوبه الاعدام، عشان ما فيش حد تاني يحصل له اللي حصل ده. وبعدين هو ده يعني ايه يا جدعان؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كل يوم يحصل المشكله ده، لسه امبارح حصل تاني في مدرسه تانية، كل يوم. طب ايه انتوا مديرين المدارس، العاملين في المدارس، انتوا فين؟ المدرسات انتوا فين؟ انتوا نايمين؟ انتوا مغيبين؟ المدارس محتاجه دلوقتي ايه؟ كاميرات مراقبه؟ ولا هو دلوقتي المفروض ان كل ام واب يروحوا يقعدوا جنب عيالهم في الديسك هو كمان، عشان اطمن ان انا ابني محدش هيلمسه، محدش يجي ناحيته؟ وبصراحه يعني كل ام بتحافظ على ابنها. راجع من المدرسه، تعالى يا حبيبي كده النهارده نقعد ساعه مع بعض، بنتي ولا ولد، نقعد مع بعض كده، احكي لي النهارده حصل ايه في المدرسه، حد جه ناحيتك، حد كلمك؟ والامهات بقى تكلم كل طفل صغير في اماكن حساسه في جسمك محدش يلمسها، منطقه كذا محدش يجي ناحيتها، لو حد جه ناحيتك في المنطقه دي اصرخ، لو حد جه عمل لك كذا اوعى تسكت. لو حتى القرايب، لو قريبك، خالك، عمك، جدك، اي حد جه ناحيتك اوعى تسكت، اصرخ، تعالى احكي لي وما تخافش، محدش هيعمل لك حاجه. ادوهم الامان علشان لما حد يهددهم يقول لهم هنعمل فيكم اللي حصل فيكم ده لاهاليكم، اطفال ما تخافش. اطفال المفروض ان هي تفهم دلوقتي. وبصراحه يعني انتوا خايفين تعرفوا العيال ليه؟ العيال كبرت، الانترنت علم العيال. دلوقتي الاطفال كتير ماسكين الموبايل ليل ونهار، علموهم. طالما انتوا سبتوا لهم الموبايلات وبتتفرجوا على كل حاجه،
جه الوقت ان انتوا تفهموهم دلوقتي ايه المنطقه اللي تتلمس وايه المنطقه اللي ما تتلمسش. الحاجات دي كلها بديهيات دلوقتي، كل واحد يعلم اطفاله من حالا. وما تقولوش حد صغيرين، لا هم عشان صغيرين بيضحك عليهم وبقهم بيتقفل وبيتلجموا بيخافوا يتكلموا. انا بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمه الله.